الله اعلم، ده انت بعت اغلى الناس بكل سهوله، امال هتعمل فيا انا ايه؟ انت قلبه وشك ليه؟ ما انا عملت لك كل اللي انت عاوزاه، كتبت لك الشقه باسمك وعملت لك وديعه في البنك عشان امن مستقبلك، انت عاوزه ايه تاني؟ الصراحه يا احمد انا ما بقتش اديك الامان بعد اللي عملته في اخوك، خلاص بدات اخاف منك. اسكتي يا سعاد، انت بقول لك. يعني انت استحليت شقايا وشقتي بعد ما عملت كل ده عشانك؟ يوه قال اسكت قال، وفيها ايه يعني لما تقف جنب اخوك؟ مصر نورت والله يا وحيد، اخيرا رجعت يا حبيبي. اعمل ايه بس يا اخويا، انت عارف بقى الظروف وايام الغربه بتسرق الواحد، بس الحمد لله. الحمد لله على سلامتك يا وحيد. هقوم انا بقى اجهز لكم الغدا. والله مصر نورت يا وحيد. الله، قول لي يا احمد، انت اشتريت لي الشقه اللي قلت لك عليها؟ طبعا. طب هي فين؟ ما هي دي الشقه اللي احنا قاعدين فيها. هي دي؟ طب انت وقاعدين فيها ازاي؟ ما انا بصراحه يا وحيد الايجار قطم وسطي وقلت اقعد فيها يعني لحد ما تنزل. عادي يا اخويا، بيتي هو بيتك. حبيبي اخويا، ربنا يخليك ليا يا رب. طبعا قالك تفضيله الشقه ونقعد احنا بقى في الشارع. يا ستي وطي صوتك، والراجل ما قالش حاجه. وبعدين انت ناسيه يا سعاد، ده هو اللي مجوزني وفاتح البيت ده من عرقه وشقاه في الغربه. انا ماليش دعوه بكل الكلام اللي انت بتقول عليه ده، انت وعدتني ان انت هتكتب لي الشقه دي باسمي وهتديله فلوس وتتصرف معاه، ما هو على قلبه قد كده. طيب وطي صوتك. وبعدين اخويا عمره ما قصر معانا ولا عمره هيرمينا في الشارع. انا عايزك انت بس تهدي وانا هتصرف. انا ماليش فيه يا حبيبي، انت تعمل زي ما قلت لي وتكتب لي الشقه دي باسمي وبعدين اتصرفوا انتوا مع بعض بقى. خلاص هعمل لك اللي انت عايزاه، بس وطي صوتك لا يسمعنا. ماشي لما اشوف. يلا قوم، يلا عملنا الاكل، يلا عشان هو قاعد بره. والله نورت الدنيا كلها يا اخويا. بنورك يا حبيبي. حبيبي. بقول لك يا احمد، ايه يا حبيبي؟ القرشين اللي كنت ببعتهم لك من هناك كنت عايزك تحضرهم لي كده عشان عايز اعمل بيهم مشروع. عينيا حاضر، يومين وهجهزهم لك. بس انت شكلك ما اكلتش كويس على الاكل يا وحيد. لا كلت والله يا مرات اخويا، تسلم ايدك. وحشني والله يا وحيد، والله وحشني، وبقالنا سنين ما قعدناش مع بعض. وانت والله كمان يا اخويا، بقالنا كتير ما تلميناش اللمه الحلوه دي. احمد تعالى بس عاوزاك ثانيه. طب عن اذنك يا اخويا، بس 5 وارجع لك. في ايه؟ هو هيبات هنا ولا ايه؟ امال هيبات فين؟ انت ناسي ان ده بيته؟ بيت مين؟ ده بيتي انا، ولا انت نسيت اتفقنا ولا ايه؟ يا ستي خلاص ماشي، بس مش هينفع اطرده، ده اخويا مهما كان. انت عاوزاني اخسره؟ ده يا شيخه لحم اكتفي من خيره. بص يا احمد انا ماليش فيه، بس عشان انا بنت اصول هخليه يبات النهارده، لكن بكره يشوف له مكان تاني. هتقول لي ابويا، هتقول لي اخويا، انا ماليش فيه. حاضر بس وطي صوتك. ما انا صوتي واطي، وانا صوتي عالي؟ يا احمد انت هتجهز لي فلوس امتى؟ انت بقالك كام يوم اهوت وما اديتنيش حاجه، وانا عايز اعمل اي مشروع بدل قعدتي دي. اصل الصراحه وحيد انا صرفت الفلوس ومش عارف اعمل ايه، بس كام يوم وهستلف وهديهم لك. نهار ابوك اسود! ايه؟ صرفت ايه؟ انا عمري ما قصرت معاك، ده شقه عمري. حتى الشقه ديت سبتك انت قاعد فيها وقعدت انا في اللوكان ده ولا انت هنا. كمان فلوسي تاخدها وتصرفها؟ انا عملت معاك ايه وحش عشان تعمل معايا كده؟ ايه ده بس يا اخويا، وبعدين شقتك اهي، وكام يوم برضو وهسيبها لك. ايه يا اخويا؟ دي ولا شقتك ولا شقته، دي شقتي انا وباسم انا. يا ريت بقى تطلعوا الشقه دي من حساباتكم خالص. اسكت انت يا سعاد. لا مش هسكت، ودي شقتي وهو لازم يعرف. ايه ده يا اخويا؟ حتى الشقه كتبتها باسمها؟ ايه ده بس يا اخويا، وانا هفهمك كل حاجه.
قول له الحقيقه يا احمد. كاتبها باسمي. اسكتي يا سعاد، انت بقول لك. يعني انت استحليت شقايا وشقتي بعد ما عملت كل ده عشانك؟ يوه، انت هتفضل تذلني طول عمرك؟ ما انا لو كنت سافرت ما كنتش هسيبك. وبعدين بقول لك ايه، ايوه كتبت لها الشقه باسمها وفلوسك شغلتها لك وخسرت، اعمل لك ايه؟ نصيبك بقى. وبعدين ما انت اكيد على قلبك قد كده. الاسكت قال وفيها ايه يعني لما تقف جنب اخوك؟ البت دي خلتك واحد تاني انا معرفوش، وفي الاخر هتبيعك. فوق يا احمد، انا ولا هاممني فلوس ولا هاممني جدران، انا كل اللي يهمني اخويا. فوق. تتكلم عدل طول ما انت في بيتي بدل ما اطردك. انا كل ده مقدره ان انت اخو جوزي. لا اصيله يا مرات اخويا، ولا تطرديني ولا اطردك، انا كده كده ماشي. بس خليك فاكر يا اخويا، انت بعت الغالي واشتريت الرخيص وبكره هتندم. سلام. انت قلبه وشك ليه؟ ما انا عملت لك كل اللي انت عاوزاه، كتبت لك الشقه باسمك وعملت لك وديعه في البنك عشان أأمن مستقبلك. انت عاوزه ايه تاني؟ الصراحه يا احمد انا ما بقتش اديك الامان بعد اللي عملته في اخوك. خلاص بدات اخاف منك. ايه؟ نعم يا اختي. وانا عملت كل ده عشان مين؟ ما هو عشانك. انا ما قلتلكش تعمل كده في اخوك، انا قلتلك تامن لي مستقبلي، واظن ان ده ابسط حقوقي. يا سعاد ده انا بحبك وبعشق التراب اللي بتمشي عليه، ومستعد اعمل اي حاجه عشانك. اوعي تخافي مني. صنف الرجاله ملهوش امان، ويا خوفي تتجوز عليا. اتجوز عليكي؟ طب منين؟ هو انا حلت حاجه؟ كل اللي حلت اديتهولك. هل اتجوز عليكي؟ الله اعلم، ده انت بعت اغلى الناس بكل سهوله، امال هتعمل فيا انا ايه؟ انت بتعايريني عشان بعت اخويا عشانك؟ لا تعايرني ولا عايرك، انا داخله البس ونازله اشوف امي. ايوه. مين؟ ايه ده؟ ده ايه ده؟ يا بنتي يا بنتي اوه. اتخرب بيتي، دمرت بعد ما بعت اخويا. من التليفون، انا ماليش غيره لازم اجيبه. في ايه يا ابني؟ جايبني عمال وش ليه؟ وايه اللي عمل فيك كده؟ ايه اللي في رجلك وضربني بيه وانا استاهل؟ في ايه طيب فهمني. الواطية بعد ما بعت اغلى الناس سرقت فلوسك وشقتك واديتهم لها، باعتني وخلعتني وهربت. من حقك تعمل فيها اللي انت عايزه. وانت مفكر ان واحده زي دي بعد ما خسرتك اخوك هتبقى على عشرتك؟ ما انا قلتها لك، انت بعت الغالي واشتريت الرخيص، وده عادي، ده يحصل، هي نهايه متوقعه. سامحني يا اخويا، ابوس ايدك سامحني، انا استاهل. استغفر الله العظيم. قوم يا احمد، انا ما احبكش اشوفك مكسور. ده انت اخويا ابن امي وابويا، ده انت ابني يالا. انا عمري ما ازعل منك عشان خاطر شويه ورق. انا اللي زعلني منك انك انت بعتني عشانها.
ده انت اخويا يالا، عارف يعني ايه اخويا؟ انا عارف ان الاخ ما يتعوضش، بس انا مستعد اعمل اي حاجه، بس سامحني سامحني يا وحيد.